ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين. رمضان جه واحنا المفروض صايمين وبنعمل اكلات خفيفه على قد الايد وفي نفس الوقت سريعه وسهله. والاكله بتاعت النهارده هي الكبده ام مرده. كبده مرده، بتجيبي كبده شرايح زي ما انتم شايفين كده، وبتشيلي منها العروق وما بتتغسلش. بنجيب توم زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، مدقوق وعليه فلفلاية حراقة أو حامية، وعليها فلفلاية رومي. والبهارات بتاعتنا عبارة عن ملح وفلفل وشطة لو انت حابة. بتحطي التلاتة على بعض وبتحطي لها معلقتين خل وعصرة ليمون. كل دوت بتحطيه على بعضيه وبتحطيه على الكبدة وتقلبيها. اهم حاجه يا حبايب قلبي تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده بعد ما تبلنا الكبده وسبناها حوالي 3 ساعات، نكون محضرين الدقيق والرده زي ما انتم شايفين والزيت على النار زي ما انتم شايفين. اول ما الزيت بيحمى بنقلب الدقيق على الرده زي ما انتم شايفين كده. والدقيق ليه حطينا الدقيق على الرده؟ عشان الدقيق يعمل طراوه شويه، ما تبقاش الكبده ناشفه. فهقلبهم على بعض زي ما هتشوفوا دلوقتي، ونحط الكبدة ننفضها من التوابل اللي فيها ونقلبها زي ما انتوا شايفين كده. بس ما نقلبهاش كتير، وبعد كده نحطها في الزيت زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. ونبتدي برضك نحط واحدة تانية. اهم حاجة ننفضها من الدقيق والردة عشان الزيت ما يتحرقش. وهنحمر الكمية بتاعتنا. الكمية بتاعتنا دي نص كيلو. طبعا بعد ما عملتها زي ما انتم شايفين عملت جنبها مكرونة بالصلصة وسلطة وبتنجان مخلل وعصير برتقال، عصير مانجا، وعصير فراولة باللبن. ألف أنا وشفا عليكم وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم وأكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله استنوني في أكلة جديدة وإفطار جديد إن شاء الله بإذن الله. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأشوفكم على خير يا حبايب قلبي.